السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم الصحة وفي اتم الحال. تعالوا النهاردة اوريكم الاكلة بتاعتنا النهاردة ايه. هعمل لكم دلوقتي كبسة باللحمة وسلطة الدقوس الشهيرة، سلطة الدقوس الفظيعة يا جماعة، وبأسهل وأبسط طريقة. تمام، كبسة باللحمة وكله في حلة واحدة، كله زي ما اتعودنا من غير فرهدة ومن غير تعب، كله في حلة واحدة. تمام، ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ اللهم بارك. كله في حلة واحدة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي الوصفة بتاعتنا ونبتدي الجمال بالحلاوة دي. تعالوا اوريكم الطريقة اللي عمري ما بغيرها. انا عمري ما بغير الطريقة دي، انا معتمداها، طعمها في غاية الجمال وكله في حلة واحدة. ما فرهدتش نفسي، ما بهدلتش مواعين كتير في المطبخ. يلا بينا، تعالوا يلا نسمي الله ونحط الحلة على النار. انزل عليها كده بايه، سخنها الاول كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل عليها بربع معلقه كده او نص معلقه من السمنه البلدي. لو مش متاح سمنه بلدي حطي ليا قطعه ليا. تمام، الزيت لا، الزيت لا. فصين 3 مستكه. بسم الله. تمام، اوزع كده السمنه في الحله وانزل عليها بنص كيلو اللحمه او كميه اللحمه بقى اللي انت. تمام، خلي النار عليها كده ايه، مايله للوسط. ادي تشويحه او صدمه الاول للحمه. استنى ده كده نطلعه على الرسول. رسول اقلب قطع اللحمه معايا على نفس مستوى النار. ما هديش النار عشان ايه، ما تنزلش السوائل اللي فيها. انا مش عايزه اللحمه تنزل السوائل بتاعتها. تمام، وانا بقلبها كده هنزل عليها ايه، فلفل اسود حصى. تمام، لان انا بحب اشوح التوابل مع اللحمه. رشه بسيطه من الجنزبيل البودر، حبهان حصى يا جماعه، التوابل حصى. تمام، عايزه اشم ريحه التوابل مع المسكه واللحمه. احط ورق لوري. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل على طول اول ما تتشوح معايا كده، مفيش اي سوائل في الحله. تمام، انا عامله الحله واسعه شويه عشان ايه، تاخد براحه معايا. انزل بطماطم وبصل وفصين من الثوم. تمام، تشويحه برضه بسيطه كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انزل على طول بالميه المغليه. تمام كده، بسم الله. منزلش كميه ميه كبيره. اول شرط من شروط تسويه اللحمه كويس، مش عايزه انزل ميه كتير مع اللحمه وهي بتستوي. ليه؟ كل ما
تحب تاخد ميه لسه او لسه ما استوتش وكميه الميه فيها قليله، هزودها شويه بشويه. تمام. الوصفه دي ما ينفعش ان انا احط فيها كميه الميه كتيره قوي من اول مره. خلاص، خليها كده تستوي، والافضل ان هي تستوي بالميه المغليه دي على نار هاديه. ليه؟ كل ما اللحوم بتستوي على نار هاديه انسجه اللحمه نفسها بيبقى طعمها كويس. شوفوا النار عامله ازاي، على نار هاديه. حله تكون البخار فيها مكتوم، تمام، ألمونيوم او تيفال او ايا كان يعني، المهم يكون حابسه البخار. تمام. لو عندك بقى حله ضغط تمام، مفيش شيء هتعملي نفس الحكايه كده. خلاص، اول ما تستوي هوريها لكم بقى نعمل ايه. بصوا بقى كده، واللحمه بتستوي عندي، واللحمه كده انا معلقه عليها بتستوي. بعمل ايه؟ اما بكون بجيب لحمه من عند الجزار، تمام، بشيل الجزء بعمله يعني، بجيب الكيلو بقسمه على نصين، نص بسويه بعمل منه الطبخه اللي انا عايزاها، والنص التاني بفرمه، بضربه في الكبه عندي، ما بفرمش عند الجزار، بضربها عندي كده في المطحنه او في الكبه، تمام، اللي هي الكبيره، بضربها فيها. بحط على النص كيلو، نص كيلو لحمه بحط عليه 100 جرام من الليه، وبجيب من الجزار ربع كيلو او نص كيلو ليا، ده ربع كيلو، ضربته عندي، فرسته كويس عندي، وضربته كله في ايه، في الكبه، نعمته كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه كده، بقى زي الحبيبات كده الصغيره. الحمد لله الذي. دي بقى بحتاجها ان جيت اعمل كفته فراخ، كفته لحمه، باخد منها الكميه اللي انا عايزاها، مضروبه جاهزه مفرومه جاهزه. ان جيت اعمل منها حواوشي فراخ او حواوشي لحمه، ان جيت اعصج بلحمه وما عنديش كميه دهون في اللحمه صافي، باخد منها كميه صغيره، بحتاجها في كل حاجه. تمام كده. عندي هنا بقى هعمل ايه، هسويها كده على طول عشان تبقى الاكله جاهزه عندي. نص معلقه سمنه عليها فصين مستكه، وانزل على طول بسم الله بايه، كميه اللحمه بتاعتي. تمام. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اشوح الاول اللحمه المفرومه معايا، اول ما تلون هنزل عليها بالبصل، ده بصل وفلفل اخضر وفصين من الثوم ونص طماطم. تمام. ليه بعصج اللحمه؟ اي ظرف اكون فيه مسافره، اتاخرت، عندي مثلا اوردر، مستعجله، مفيش معايا وقت لسه متاح ان انا اعمل الاكله، تمام، بتكون التعصيجه معايا، اللحمه المعصجه معايا جاهزه، تمام. تنفع كل ست بيت ان حاجتها تبقى جاهزه، وقفتك في المطبخ هتقل، هتخش المطبخ في نص ساعه او اقل هتخلصي الطبخه بتاعتك وتطلعي. خصوصا كمان مش بس لست البيت، لو واحد مسافر متغرب، الحاجه دي لما تكون معاها جاهزه. هنزل بقى عليها بالتوابل، ضفت عليها ربع معلقه من الفلفل الاسود، وربع معلقه من الجنزبيل البودر. بهارات اللحمه يا جماعه معروفه، هو جنزبيل بودر وبهارات لحمه وفلفل اسود وملح، تمام. والملح ما بنزلوش، دي بهارات اللحمه، ما بنزلش الملح الا في مرحله السوا بتاعه اللحمه، تمام. ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، العصيجه بتاعه اللحمه في حته تانيه خالص، تمام. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه، طبعا فضلا وليس امرا، دعمكم بيفيدني كتير وبيهمني، وبيكم القناه تكبر ان شاء الله، تمام. خلاص كده اللحمه تعتبر معايا الى حد ما 3/4 سوا. هعمل ايه بقى؟ تعصيجه لحمه هايله، يبقى لازم انزل بربع كوبايه من الميه السخنه او الميه المغليه. الخطوه دي مهمه، مهمه. ليه؟ عشان انسجه اللحمه نفسها تبقى معايا كويسه، اللحمه ما تشدش، ما تبقاش ناشفه، وانتي بتخرجي اللحمه من الفريزر على ما تفك وتيجي تسويها في الاكله او تضيفيها في الاكله بتاعتك بتبقى ناشفه، تمام. كميه الميه قليله، ربع كوبايه، وهغطيها دلوقتي. طبعا ما حطيتش لسه ملح، هغطيها واسيبها من 5 دقايق ل7 دقايق، واطفي عليها النار طبعا بعد ما احط عليها الملح. وكده التعصيجه بتاعت اللحمه معايا جاهزه، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، كده جاهزه معايا اهي. بعد ما ضفت لها المعيار الملح بتاعها، النص كيلو بياخد معايا اقل من نص معلقه شاي ملح، تمام. استوت
بقت ما شاء الله، شوفوا عامله ازاي، اللهم بارك. اللحمه معايا مش ناشفه، تبرد كويس قوي، وبعدين احطها في عبوه واحطها في في الفريزر كده جاهزه معايا. مستعجله عايزه اعمل رقاق باللحمه، عايزه اعمل جلاش باللحمه، مكرونه بشاميل، اي حاجه فيها وصفه التعصيله هتنجز معاكي. تمام كده، هتلخصي الوقت معاكي هيبقى قصير، اللي وقفه المطبخ هتبقى معاكي بدل ما تخشي تقفي في المطبخ ساعه تقفي نص ساعه، الحكايه تنجز معاكي. تمام كده. هنا بعد ما دخلنا في مرحله التسويه، تمام، اللحمه قربت خالص ان هي تستوي. تمام، هضيف عليها بقى ايه، هضيف عليها بطاطسايه صغيره مقطعه. تمام، واقلبها كده كويس فيها. واغطي عليها واسيبها كمان 10 دقايق. خلاص كده بعد ما البطاطس خدت غلوه، ومحدش يستغرب من الخطوه بتاعت البطاطس دي يعني. تمام، هنزل بقى عليها بجزرايه كبيره او جزرتين مبشورين. بسم الله. تمام، كله في حله واحده ومن غير فرهده، قمه الانجاز. بسم الله. والرز البسمتي مغسول كويس معايا هنا، كوبايتين من الرز البسمتي بالمج الصغير يا جماعه، مش المج الكبير. تمام، نزلت الرز، هنزل على طول بالتوابل بتاعتي، لومي او ليمون مجفف، توم باودر، كاري، بصل باودر، والاساسي معايا كركم. اساسي معايا الكركم في الوصفه دي. عندك توابل كبسه، تمام، ما عندكيش هتحطي التوابل اللي انا حطيتها دي، الثوم باودر والبصل باودر والكركم والكاري. خلاص، هي دي توابل الكبسه. واقلب كده، ما شاء الله على ريحه التوابل، اللهم بارك. وخصوصا التوابل لما تكون فريش اول باول، يعني التوابل هاتي على قد الكميه اللي انت محتاجاها اول باول، التوابل ما تغيبش عندك اكتر من اسبوع. انزل بقى بمقدار الميه، كل كوبايه بتاخد كوبايتين من الميه. بسم الله. طبعا كان في الحله كوبايه من الشوربه باقيه في اللحمه، فانا هحط 3 كوبايات بس من الميه. كده 2، كده 3، اللهم بارك. احلى كبسه هتاكلوها على طريقتي، احلى طريقه كبسه هتاكلوها. بسم الله ما شاء الله. خلاص، هضيف ايه كمان؟ اوعوا تنسوها، زي الملح ما شاء الله. اوعوا تنسوني في الاشتراك. والاكل ما تحلاش غير بالقرن الفلفل ده، قرن فلفل مغسول كويس حامي. السلطه الشهيره مع الكبسه، السلطه هنعمل ايه؟ تعالوا اوريكم. 3 طماطمات في الكبه او في محضر الطعام، هنزل عليهم حزمه صغيره خالص من الكزبره الورق بس، و3 قرون من الفلفل الاخضر الحامي. تمام، او قرن على حسب الرغبه يعني. تمام، بسم الله. انزل عليهم بمعلقه صغيره من الثوم، ثوم مفروم او صحيح، وانزل عليهم بالتوابل بتاعتي، ملح وكزبره وفلفل وكمون. خلاص كده، اضربهم الاول في الكبه وارجع لكم. ضربتهم كويس كده في الكبه، ضربتهم كويس كده في الكبه.
او في محضر الطعام انزل على طول في حله او في جزرولة. بسم الله. انزلهم يغلوا غلوه، طعمها بيبقى خطير، طعمها مع الكبسه خطير. هنزل عليها بمعلقة من الخل، وانزل كمان بعصرة ليمونة كاملة، ليمونة كاملة. تمام. اقلبها كده وخليها تغلي معايا غلوة وكده تبقى جاهزة. تمام كده خلصت معاكم الكبسة وخلصت معاكم سلطة الدقوس.